وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مواقيت الصلاة تختلف من بلد إلى آخر، بل من مدينة إلى مدينة تختلف إذا كانت البلد متسعة ومساحتها كبيرة. فلذلك الذي في الشرق تختلف عن الذي في الغرب في نفس البلد. فذلك تصلوا على مواقيت المدن التي تعيشون فيها في تركيا أو في غيرها، لا تصلوا على مواقيت سوريا، هناك فرق واختلاف. فلذلك أفضل مؤقتات الصلاة التي تعطيك الوقت بالدقة أختي الكريمة هي مواقيت مثل صلاتك أو المؤذن أو ما شابه ذلك. يعني لا يكون فرق دقيقة أو دقيقتين في الحد الأعلى لكل مدينة، تعطيها إحداثيات المدينة التي تعيشين فيها، تعطيك أوقات الصلاة بدقة. وصلاة الفجر بالذات دائما يتحرى لها الإنسان أن لا يصليها في أول أذان، بل يؤخرها قليلا، على الأقل ربع ساعة إلى نصف ساعة، حتى يتيقن أن الفجر الصادق قد أذن. لأنه من شروط صحة الصلاة دخول الوقت، فإن لم يدخل الوقت فالصلاة باطلة. فلذلك يعني في تركيا هناك يعني اختلافات كثيرة ومواقيت خاطئة كثيرة، فلذلك هم يعني جهلة في هذه الأمور، وأغلبهم صوفيين، وأيضا كانوا في العلمانية في السابق، فلذلك يعني تحروا الدقة في الصلاة وفي المواقيت والأذان بحسب مؤقتات الصلاة هي أفضل. ويعني قبل الأذان الفجر الصادق حسب مؤقتاته يجوز لك أن تصلي ما شئت من قيام الليل وتوتري بركعة آخرها، ثم بعد ذلك بعد الأذان تنتظر قدر ربع ساعة إلى نصف ساعة حتى تصلي الفجر، سنة الفجر، ثم صلاة الفجر، وتكون تيقنت أن الوقت دخل، والله تعالى أعلى وأعلم.